ايه السلام عليكم. ثلاجه فيها ميه، قال لي انا جعان قوي قوي. السيد وزير الماليه الدكتور محمد معيط. اهلا بيكم مجددا يعني وفعلا الواحد لما حتى دخل وزاره الماليه ولما بتيجي سيره وزاره الماليه اصلا بيفتكر انه ربنا سبحانه وتعالى عين نبيا وزير للماليه لمصر، وزير ماليه مصر. انت عبيط؟ هل انت عبيط؟ كان نفسي ابقى مهندس، كان نفسي ابقى اخش كليه هندسه بس ما جبتش المجموع. ما هو ده بقى اللي جايبنا ورا. الدين العام وصل كام؟ والان بصراحه انا عارفه ان حضرتك قلت ان هو هيوصل 87%. انا لما باجي اقول للناس هو الدين قد ايه ما بقدرش اقول له رقم. انت هتدفع 541 مليار فوائد و276 مليار اقساط ديون، المجموع ده 817 مليار جنيه. منظمه التعاون كانت حطانا من ضمن الدول اللي ما ينفعش الاستثمار فيها، الريت اللي احنا واخدينه. طب انت بتشتغل ازاي؟ هستلف تاني. مبسوطين مني صح؟ انا عايز وانا كمان مبسوطه الله كده. فلوسك بتجيلك منين وبتروح فين؟ انت بتسال اسئله غير منطقيه، على فكره انت فوق الفظيع فوق الفظيع. باخده من فلوسك. يعني انا دايما ايرادات الدوله هي اللي بتخدم على الدين، فده اللي بيهمنا قوي. فلوسك دي المواطن يعني فلوس المواطن. فلوس الدوله بتيجي 70 ل 75% ضرائب. ناس كتيره بتشتغل وبالتالي المشاريع اللي بتتفتح ديت عماله بتطلع ايرادات باخد انا عليها ضرايب، والناس اللي بتشتغل دي بتقبض باخد انا ضرايب. اراك توزع من مال امك. فنقدر نقول انه في حدود ال 750 السنه دي يمكن 770 من الضرايب والباقي من الموارد الاخرى. اتزنقنا في شويه فلوس، طب نروح لمين؟ على المواطن اللي هو حضرتك. خلينا نقول للناس بشكل مباشر، الناس هتزيد ازاي؟ يعني اللي كان كام هيبقى كام؟ اضربني يا هلا، اشجيني، قسم وسمعني. حوالي 240 جنيه لغايه درجه وكيل وزاره هيبقى فوق مرتبه حوالي 560 جنيه تقريبا. يا سلام، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. مفيش عشرايه عشرينايه؟ بس انا بيبقى عندي في خصم الضرايب وخصم التامينات في حدود 20%. يعني بتزود مرتبه في اتجاه وبعدين تقول له بعد شويه كده ايه، لا تعالوا نشوف احنا زودناه كام، طب تعالوا ناخد منه شويه. انت عايز تشكر بلدك، هتشكرها ازاي؟ شكرا يا مصر يا حبيبتي يا مصر. هو ده شكرا؟ انا مش عايز حاجه من مصر، انا عايز اعرف مصر عايزه ايه مني، عايز اعرف مصر عايزه ايه مني. خلاص بقى، تعالى اقعد بقى معايا وقول لي ازاي هتدبر موارد ماليه علشان كل 4 سنين يبقى عندك 10 مليون زياده في عدد السكان، مطالب بانك انت توفر لهم اكل وشرب وسكن ومدارس وصحه. مفيش، ما تقدرش. العدو الاول للاستثمار غير اللا يقين وتضارب المعلومات سعر الفايده. احنا عندنا اعلى سعر فايده في العالم. عشان تقدر لازم تنمو ب 7-8%. يعني ايه تنمو بسنه؟ يعني بتفتح مشاريع كل سنه وبتطلع انتاج كل سنه وبتعمل خدمات كل سنه، تجيب لك مليون وظيفه وتقدر تخلق لك كميه السلع والخدمات اللي تقدر يعني تقابل بيها هذه الزياده السكانيه. خدت الاسبوع اللي فات لقب اسوأ بورصه في العالم. ما هي البورصه بتعكس الاقتصاد، مرآة للاقتصاد. مش هتقدر وهيزيد الفقر طول ما انت مش قادر توصل ل 7-8%. مصر هي الاعلى في الدين العام كنسبه من الناتج المحلي الاجمالي في مختلف الدول الناشئه. كان نفسي ابقى مهندس، كان نفسي ابقى اخش كليه هندسه بس ما جبتش المجموع. بس صدقني بقى الكار ده مش كارك، ولازم كل واحد فينا يروح لحاله. 5 انا مش عايز حاجه من مصر، انا عايز اعرف مصر عايزه ايه مني.